ومكملين في سلسلة الريفيوهات اللي انتوا بتحبوها لما نجرب منتج نقول لكم حلو ولا وحش. الاول تعالوا نجرب المساحة المرنة اللطيفة جدا دي مع بعض. هنشوف برضو لطيفة ولا مش لطيفة من خلال الفيديو ده. الفيديو اللي نزل عليها كتسويق للمنتج، بس احنا هنجربه من داخل البيت المصري بتاعنا. تعالوا نشوف هل عملية ولا لا، تنجز ولا لا. يلا بينا. الدولاب، الحته اللي ما بنطولهاش، خصوصا لو الدولاب لازق في السقف زي ما عندي كده، انا يعني لازم اطلع وامسح بقماشه فوق. طلعت منجزه معايا جدا في حته الدولاب. السقف وانا واقفه في الارض بمسحه. بمسح التراب اولا، بعد كده هتلاقوني بغسل الفوطه اللي جواها دي وهرجع اعيد عليه من تاني. بصوا مطلعه كميه تراب قد ايه. السقف، الستاير، بصوا مش هنحرمها من حاجه، هنمشيها في كل حاجه. جبت منها ورا كمان منتهى السهوله تتفك وتتغسل. نقدر نعمل منها بتهيألي كذا غيار، لان هي قطعه القماش هي شبه القماش الفوط الميكروفايبر. لو عندك فوط ميكروفايبر جديده اعمليها بنفس المقاس بالظبط ولبسيها ليها كتغيير. مثلا ممكن تخصصي واحده للحيطه وواحده تجيبي منها اي حاجه بقى تحت الكنب تحت السراير كده. تنظيف اي حاجه بقى. بصوا بجد 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 طلعت اختراع. انا كنت عماله اقول يعني حته عصايه تقضي الموضوع، المساحات اللي عندي التانية تقضي الموضوع. عندي يجي 4 انواع شبيهه بنفس العصايه، لكن كل واحده اداء سبحان الله يعني. بس بجد بجد جميله، انصحكم تجربوها. مناسب لناس بمنتهى البساطة. بس متستخدمش مسحوق. بصوا بتطلع حاجات كتير وبعدين بتحط بطريقة مش لطيفة خالص. أنا أول ما جيت أغسلها ما كنتش بصورها، بس أول ما لقيتها بتنزل كل التراب والوساخة اللي مش باينة عليها أصلا في التصوير قلت لا أصور بقى. بصوا وأعصرها كويس وأرجع أركبها في المساحة وأمسح بقى بالحيطان وهي مبلولة كده. يبقى أنا لمعتش التراب الأول وبعدين تانية بقى كده بقى بالمية. سواء عايز تحطي حاجة على الحيطان ولا لأ، بصراحة تخلي الدنيا فل.